سعيدة شرف تصدم المغاربة في آخر ظهور لها. أصبحت تظهر كشابة في العشرينيات من عمرها، وللأسف الجميع اعتادوا عليها بالمستور واعتادوا عليها بالملحفة، ولكنها اليوم تصدمهم. أولاً، وقبل المشاهدة، فيرجى الإعجاب بهذا الفيديو. أثارت الفنانة المغربية سعيدة شرف جدلاً واسعاً بعد ظهورها الأخير بإطلالات عصرية مبتعدة عن الزي الملحفة التقليدية الذي طالما ارتبط بها وبتراثها الصحراوي. وصدمت الفنانة سعيدة شرف المغاربة في آخر ظهور لها بعد أن تخلت عن الملحفة وعادت إلى ستايل العصري الذي يظهر كل مفاتنها، وبدأت تظهر كشابة في العشرينيات من عمرها، وللأسف الجميع اعتادوا عليها بالمستور واعتادوا عليها بالملحفة، ولكنها اليوم تصدمهم. هذا التحول الجريء جاء بعد فترة من التغييرات الكبيرة في نمط حياتها، بما في ذلك اتباعها نظاماً رياضياً قاسياً لفقدان الوزن، ما جعلها تبدو أكثر شباباً وحيوية. وفي تعليق لها على هذا التغيير، أوضحت سعيدة شرف أنها تحب التنويع في إطلالاتها، وأنها لن تتخلى نهائياً عن الملحفة، ولكنها تستمتع بتجربة أنماط مختلفة من الأزياء التي تظهر حيويتها وتقديرها للموضة المعاصرة. وأكدت أن هذا التغيير لا يعني تنكرها لتراثها. تفاعل جمهور سعيدة شرف بشكل كبير مع صورها الجديدة وتعليقاتها، حيث أبدى العديد منهم دعمه لها في كل مراحل حياتها، مؤكدين أن الأهم هو راحتها وسعادتها. وعبر آخرون عن استيائهم من ابتعادها عن الزي التقليدي الذي عرفت به وبثقافتها الصحراوية.